أب جبروت قلبه أقسى من الحجر نفسه، لدرجة إن القصة دي وأنت بتسمعها هتحس إنك بتسمع قصة الفيلم من وحي الخيال. أحداث قصتنا في ولاية شمال كردفان في السودان، بالتحديد في قرية سودري بيعيش فيها مجموعة من البدو، ثروتهم عبارة عن إبل وأبقار وأغنام، حياتهم قاسية جدا بمعنى الكلمة، ومن الطبيعي إن ده ينعكس على طبعهم. ودي قصة حقيقية شهد عليها أهل السودان. قصتنا بتبتدي بطفلة اسمها ريا عندها 13 سنة، تموت والدتها وتسيبها هي وأختها الصغيرة مع والدهم اللي كان بيشتغل في رعي الأغنام، ودي كانت مهنة أغلب أهل القرية. وساعتها الطفلة دي بتقوم بدور الأم في البيت من كنس وطبخ وخياطة وصناعة الأحبال، ده غير إنها بالنسبة لوالدها كانت بتقوم بدور الولد اللي بيتسند عليه الأب في رعي الأغنام وحلبها، ده غير إنها كانت مسؤولة عن سقي الأغنام يوميا من البير. البنت دي بالرغم من صغر سنها لكن كان بيظهر عليها التعب والشقة ممزوج بملامح الطفولة البريئة، كأنها أكبر من عمرها الحقيقي ب30 سنة. وعلى الرغم كمان من صغر سنها إلا أنها ما كانتش بتحلم إنها تلعب زي أي بنت في سنها أو إنها تروح المدرسة أو يكون ليها صحاب، لكن كان كل همها إنها تخلص شغل البيت بدري، وده علشان تقدر تطلع بالأغنام الفجر وقبل طلوع الشمس. وفي يوم تطلع ريا بالأغنام زي أي يوم طبيعي، وفي أثناء رعيها للأغنام تكتشف إن في 4 من الأغنام مش موجودين، وساعتها بتدور عليهم في كل مكان، وده عشان خوفها من عقاب والدها اللي كان قاطع قلبه من الحجر. لكن مع البحث المستمر لمدة 3 ساعات ما تلاقيش ليهم أي أثر، وساعتها بترجع الطفلة البيت بباقي الأغنام وهي متوقعة من والدها إنه هيعاقبها بإنه هيحرمها من العشاء، وساعتها ما تعرفش تنام من شدة الجوع، أو إنه هيضربها بصوت الغنم لحد ما جسمها يجيب دم. وده كان أبعد تخيل ممكن يصوره عقلها البريء، لكن اللي يحصل أبشع من كده بكتير. وهو بمجرد الطفل ما توصل البيت والأب يعرف يقوم بضربها ضرب مبرح جدا. ساعتها الأب بيطلع السكينة ويقول لها قدامك اختيارين، يا إما أقتلك بالسكينة دي وتلحقي أمك، يا إما أرميكي في بير أم عجيجة. وللعلم البير ده معروف عند أهالي المنطقة إنه مسكون بالجن، ده لأنهم بيسمعوا أصوات غريبة بتطلع منه في نص الليل، ده غير كمان إنه بير جاف من عشرات السنين ما فيهوش مية، علشان كده بيسكنوا أخطر أنواع الحشرات السامة اللي ممكن تخطر على بالك زي العقارب والأفاعي السامة. والحقيقة إن أهل السودان عارفين إن البير ده مسكون بالشياطين والأرواح، وإن كتير من السحرة في السودان استخدموه في تحضير الجن والأعمال السفلية. وساعتها الطفلة بتختار الاختيار التاني، وهو إنه يرميها في البير، وبالفعل الأب ياخد بنته ويروح لمكان البير، وفي الطريق البنت بتتوسل للأب إنه يسيبها وهي هتدور على الأغنام الضايعة وهتحاول تلاقيها، لكن الأب ساعتها بيرفض، وبالفعل الأب يشيل بنته وبدم بارد ويرميها داخل البير اللي عمقه حوالي 38 متر. أيوة زي ما سمعتي كده، الأب رمى بنته في بير عمقه قد عمارة مكونة من 10 أدوار. وساعتها الأب بيرجع وهو متأكد إن بنته ماتت جوه البير، علشان كده بيروح لأهل القرية ويطلب منهم إنهم يساعدوه في البحث عن بنته ريا. وبالفعل الأب بيخرج مع أهل القرية علشان يدوروا عليها في كل مكان، لدرجة إن أهل القرية تعاطفوا معاه وتبرعوا له بفلوس. أما ريا فأنقذتها المعجزة الإلهية، وده لأنها لما وقعت في البير اتعلقت في جذع شجرة، وده كان بالنسبة ليها طوق نجاة، ده غير كمان إن تعلق ريا في جذع الشجرة ده خفف من أثر السقوط داخل البير، وده كان بالنسبة ليها طوق نجاة من لدغات العقارب والأفاعي السامة. وتفضل ريا لمدة 43 يوم في وسط الطين والشوك والخفافيش، ده غير الظلام الدامس اللي كان محاوطها. وتعيش ريا في وسط العقارب والأفاعي السامة، لكن سبحان الله ما فيش حشرة لمستها أو حاولت إنها تلدغها، وده سر من أسرار العناية الإلهية لريا داخل البير. الطفلة دي عاشت المدة دي في حالة من الخوف تكفي إن قلبها يتخلع من مكانه حرفيا، وبالفعل كان بيجيلها من شدة الخوف نوبات صرع، وبعدها تدخل في غيبوبة تفضل فيها بالساعات. ريا لما كانت بتسمع صوت الأطفال وهم بيلعبوا حوالين البير كانت بتصرخ بأعلى صوتها علشان أي حد يسمعها ويقدر إنه ينقذها، لكن الأطفال ساعتها كانوا بيخافوا ويجروا من المكان اعتقادا منهم إن ده صوت جن طالع من البير، وده لأن البير ده معروف عند أهالي المنطقة إنه مسكون بالجن. وبعدها بيعدي شاب اسمه عبد الخير سعيد من جانب البير بالصدفة، وساعتها بيسمع صوت بعيد من داخل البير. ويتأكد وقتها ان الصوت ده مستحيل يكون صوت جن طالع من البير، وبعدها بيروح ويقول لأهله، لكن أهله ساعتها بيقولوا له انهم خايفين عليه وينصحوه بانه يشيل الفكرة دي من راسه تماما. وبعد 4 أيام يعدي عبد الخير من جانب البير تاني ويسمع نفس الصوت طالع من جوه البير، وساعتها بيتأكد ان الصوت ده صوت إنسان، وانه احتمال كبير ان حد من بره القرية جه المكان ووقع في البير ده. وساعتها بيقرر عبد الخير انه ينزل البير في وسط حضور أهل القرية.
وبالفعل عبد الخير يربط نفسه بالحبل وينزل البير علشان يتفاجئ بطفله جسمها هزيل جدا وحواليها عدد كبير جدا من الخفافيش والافاعي، لكن سبحان الله ما فيش حشره سامه لدغتها وانها لسه عايشه وفيها الروح. عبد الخير يشيل الطفله ويحاول انه ينقذها من الشوك اللي حواليها في كل مكان، لكنه بيلاقي شعرها لازق في الطين اللي حواليها من كل مكان، وساعتها بيضطر انه يقطع شعر الطفله بالسكينه اللي كانت معاه، وبعدها بيحاول ينتشلها من الطين لكنه بيلاقي ان ايدها اليمين غطسه في الطين، وساعتها بيحاول يطلعها لكنه بيكتشف ان ايدها مصابه اصابات بالغه، وده بسبب الفطريات والعفن اللي كان مالي المكان. وبعدها الاهالي بينزلوا حبل لعبد الخير وده علشان يقدر انه يربط الطفله اللي كانت عباره عن هيكل عظمي ويخرجها من البير، وبالفعل تخرج ريا من البير بعد 43 يوم. وبعدها الاهالي بيقدموا لها الاكل والشرب لكنهم بيلاحظوا حالتها الصحيه اللي كانت في وضع صعب جدا. الاهالي يتعرفوا عليها وبالفعل يروحوا لوالدها علشان يقولوا له ان بنته عايشه، وساعتها الاب بيتصدم لكنه حاول انه يتظاهر بالفرح قدام الناس، وبالفعل الاب يروح مع اهل القريه للمستشفى، وده لان حاله ريا كانت سيئه جدا. وبعدها بيتم ابلاغ الشرطه اللي جت واستجوبت الطفله، وساعتها بيعرفوا ان والدها هو اللي رماها في البير، وهناك يتفاجئ الاب برجال الامن بيحققوا معاه، لكن ريا بتعترف لرجال الامن بكل حاجه، وبالفعل يتقبض على الاب اللي انكر كل التهم الموجهه ليه، ولان الاب كان مسموع عنه في القريه انه مهتم بالسحر والطلاسم والاعمال السفليه، اعتقادا منه ان ده هيبعد عنه الشر ويزود في الرزق. علشان كده اهل القريه كانوا متاكدين ان والد ريا هو اللي رماها في البير كقربان للجن، وده اللي وضحه اهالي القريه لرجال الشرطه. وبعدها بيتم القبض على والد ريا اللي انكر كل حاجه قالتها ريا لرجال الشرطه، ويقول بعدها ان ريا كانت بتلعب جنب البير ووقعت فيه من غير قصد. وبعدها بيتم نقل ريا لمستشفى في الخرطوم، وده لان حالتها الصحيه كانت حرجه جدا. وفي اللحظه دي في سؤال بيدور في دماغك، هو ان ازاي الطفله فضلت عايشه المده دي كلها من غير اكل ولا شرب داخل البير؟ وده اللي وضحته الطفله لاهالي القريه ورجال الشرطه، بانه كان بيجي لها كل يوم شخص لابس ابيض في ابيض ومعاه حليب. بتاكلي شنو؟ لبن. بتلقيه وين اللبن هلا؟ زول. يجيبوا لك زول؟ وانه جالها قبل ما تطلع من البير بيوم وقال لها ان ده اخر يوم ليكي في البير، وبالفعل تاني يوم ريا تطلع من البير، وبعدها المحكمه بتصدر بنقل حضانه ريا لجدها من الام. وساعتها بيتصدم القاضي والحضور لما طلبت الطفله ريا من القاضي انه يعفو عن والدها، وانها مسامحاه من اللي عمله فيها، وانها مش حابه تشوفه في السجن، وساعتها بيتم العفو عن الاب. وبعدها بتنتشر قصه ريا في الصحف ووكالات الانباء، وبالفعل يتم استضافتها في قنوات تلفزيونيه، وبعدها بيتبرع ليها واحد من رجال الاعمال بمنزل علشان تعيش فيه. وبعدها بيتم اطلاق اسم ام الشوال على ريا، وده معناها المرأة القوية أو الحديدية. وبعد مرور 4 سنين من الحادثة دي بتتم ريا 17 سنة وتتجوز ابن عمها. ريا بعد الحادثة دي كانت بتعاني من نوبات صرع كانت بتجي لها باستمرار. في 30 ديسمبر 2015 تتعرض ريا لنوبة صرع وتموت في الحال. وبعد موت ريا بعض أهالي القرية يقولوا إن ريا ماتت بالسم، وبالفعل يتم تشريح جثة ريا لأغراض علمية، لكن الحقيقة مفيش مصدر لقيته بيأكد صحة الخبر ده. بشكرك جدا لو وصلت معايا للوقت ده، وفي النهاية لو عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة لو أول مرة تشوفوها، وتدعموني بمشاركة ولايك علشان أقدر أستمر في تقديم قضايا تانية. أترككم في رعاية الله وأمنه.